هنا طريقة البورنيطة. تمام، ده كده شغلانية من المستوى التاني، مربعات الجراني. تمام، التقفيل بتاعها قفلته من الفيديو بتاع مفرش مربعات كنت عاملاها للقناه. ده طريقه تقفيل رقم 3. اخدنا طريقتين للتقفيل. اول طريقه اخدناها ان انا ازاي اقفل بابره التنظيف. تاني طريقه اللي انا قفلت بغرز المنزلقات لما سحبت الخيط من تحت. الطريقه دي رقم 3، وهي الطريقه اللي فيها البورنيطه دي. تمام، مطلوب مني كام مربع في البورنيطه دي؟ 1 2 3، واحد من الظهر يبقى 4 للدوران، وواحد لنص الراس من فوق اللي هيلم ال4 مربعات مع بعض. اول حاجه هنفذ مربع الجراني، وطبعا طريقه عمل مربع الجراني قبل كده منزلاه على القناه. هعرف المقاس بتاع الدوران ازاي؟ بالمزوره بتقيسي المحيط بتاع الراس وبتاخديه. طالعه مثلا معاكي 50 سم، فانا كده عايزه المربعات الداير بتاع الاربعه 50 سم، يبقى كل مره كل مربع من الاربعه 12. تمام، 12 بما فيهم اخر سطر اللي انا هقفل بيه. يعني احنا هنعمل اول مربع كامل 48 صح؟ مش مشكله، بيريح. انا هعمل اول مربع كامل وهنضفه وهقفل خيطي خالص واقيس المقاس بتاعه. تمام، اشوف كام سطر، 1 2 3 4 5 6 7، 7 سطور. الاربع مربعات الباقيين هيبقوا بس على 6 سطور. السطر رقم 7 هو اللي بقفل بيه المربع بتاعي الداير. 1 2، ما خلاص ما انتي شبكتي. 2 4 6 7، 2 4 6 7. ما عنديش اي. بقى الاصغر هيبقوا اكيد. ركزوا بقى معايا في طريقه التقفيل دي. انا هنا عملت ال3 اعمده، يبقى سلسله. اروح هناك في السلاسل اللي في الصدفه دي وابدا اشتغل غرزه حشو. بدخل من ورا كده وارجع اشتغل سلسله واكمل الصدفه بتاعتي. هو 1 2 3. ارجع تاني اشتغل على السلسله دي غرزه حشو. انا شغاله زي الزجزاج، باخد هنا حشو وارجع اكمل المربع الاساسي بتاعي اللي انا بكمله، اللي هو كان 6، والسابع انا باخده وانا ماشيه. مره انت ابرتك ايه؟ مره، التانيه، 3 حشو عواميد. انا بكمل مربع الجراني وارجع هنا اشتغل غرزه حشو وارجع اكمل المربع بتاعي. معلش سؤال. قولي. غرزة الحشو بتاخديها فين؟ شايفه السلاسل اللي في الوش؟ في الفراغ. تمام، بدخل فيها. هو حلو الفراغ، اخد الحشو ارجع اكمل المربع بتاعي. انا بس هناك بعمل ايه؟ بشبك، بس لازم ده يكون كامل 7، ده 6 والسابع بشبك بيه. يعني لازم واحد يبقى اقل. وارجع هناك اخد هنا الايه؟ الحشو في التشبيك وارجع اكمل المربع بتاعي. بداية من المروحة لغاية المروحة في الضلع ده. تمام، عملت ال3 أعمدة سلسلة، والسلسلة اللي في النص اخدها هناك ايه؟ حشو، وارجع اشتغل سلسلة و3 ايه؟ أعمدة. ليه؟ سلسلة، التانية، التالتة، اللي في النص اخدتها حشو هناك عوضتها. ارجع اكمل المربع بتاعي عادي بقى خالص، هكمله لغايه ما اوصل لهنا واقفل. تمام، فانا هنا هشتغل مره، التانية، التالتة، وكمان المربع رقم 4 هيتشبك معاهم. المربع رقم 4 لسه هكمل واقفل المربع. واحد بس اللي
اعمله 7. واحد بس اللي هيبقى 7، والباقي الاربع أقل مربعات التانيين 6، ده في وانا ماشيه اشبك بيهم في البتاع اخر ده؟ سطر. تحفه الطريقه دي ما شاء تمام. الله. هتعملي لي كمان المربع رقم 4. الحصه الجايه هتجيبي لي الداير وتجيبي لي المربع اللي من فوق. ربع واحد بقى يتشبك ازاي اللي انا هقفل بيه؟ برضو هيبقى على 6 سطور مشبكه في الضلع ده عشان اقفل الاتنين مع بعض. انا هطلع من هنا اهو اهي، هبدا اشبك ده في ده وامشي واشبك الاخيره في الاخيره من المروحه. ده بعد ما اكمل ده. بعد ده بعد ما اقفل ده خالص، ده اخر مربع. تمام. هنا هتمشي السطر بتاعك عادي، بس لما تيجي هنا بقى هتبداي تقفلي أقفل ده مع ده. هنا. خلاص هكمل بقى واجي عند الصدفه هنا اخد غرزه حشو وارجع اكمل الصدفه بتاعتي. طيب انا عايزه اقفل السطر الاخير. لو انا شغاله بطريقه التقفيل اللي هي الزجزاج رايح جاي هعمل ايه؟ طنطاني قفلته ما عندهاش كده. يبقى انا خلصت التشبيك الاربعه. هبدا دلوقتي بقى اقفل الصف النهائي. فانا المفروض ان انا بجيب المربع ده على ده وابدا اقفل الصدفه دي مع دي. فانا هنا هشتغل ال3 عمود عادي. تمام. واجي على الصدفه اللي في وشها دي اهي، هبدا اشتغل ايه؟ حشو عشان اقفل السطر ده وارجع عليها اقفله. 2 3 سلسله هناك اخدها حشو وارجع تاني اكمل ال3 اللي هنا. تلاتة سلسلة هناك في الوش هنا اخدها حشو وارجع اكمل لغاية ما اخلص السطر كله. 3 عمود سلسلة حشو. تمام. انا هنا خلاص خلصت ال4 مربعات الكاملين على 7 سطور. تمام. عايزه اقفلهم من فوق. هما من هنا من فوق هيتقفلوا بالمربع رقم 5 كده. المربع رقم 5 بيتعمل 6 سطور علشان السابع هو اللي بقفل بيه مربعاتي. خدوا بقى بالكم معايا. هطلع ارتفاع ال3 سلاسل بتوعي وانزل اشتغل جنبهم 2 عمود. تمام. المفروض بعمل سلسله وباخد هنا 3 عمودين. طب انا بقى دلوقتي هبدا اشبك هنا الصدفه مع الصدفه وهنا مع هنا وده مع ده، يبقى دي مع دي. يبقى دي هاخدها هنا كده حشو وارجع اكمل مربعي 3 عمود حشو. يبقى هنا هحط ايه؟ 3 عمود 1 2 3 واروح الغرزه اللي في الوش اللي عليها الدور دي اخدها ايه؟ حشو. بعد كده ارجع اكمل هنا 3 1 2 3 واروح هناك اكمل ايه؟ حشو. جيت هنا عند الصدفه مع الصدفه هكمل برضو الصدفه 3 عمود 1 2 3 واخد الحشو في نص الاتنين اهو وارجع اكمل الصدفه بتاعتي اللي هما ال3 اعمده. كده انا خلصت تليفون. كده انا خلصت التشبيك هنا. هبدا دلوقتي اشبك ايه؟ الضلع ده مع الضلع ده. هعمل ايه؟ المفروض هنا سلسله فمش هاخدها سلسله، هاخدها هناك هنا ايه؟ حشو.
وارجع اكمل السطر بتاعي 3 عمود، واروح هنا اخد ايه حشو في الغرزة اللي عليها الدور، وارجع اكمل ال3 عمود، 1 2 3، وهنا اشتغل ايه حشو 3 عمود، وهنا حشو. نضفي بس الحتة دي 3 عمود، وهنا حشو 1 2 3، وهناك حشو. جيت عند المروحة فهشتغل هنا 3، وخدي بالك من تشبيك الجزئية دي 3 عمود، واجي ما بين الصدفتين هنا في غرزة الحشو بتاعتهم اللي في النص، بتدخلي الإبرة من تحت، تسحبي غرزة الحشو الجديدة، وترجعي تكملي بقية الصدفة، وتعملي نفس اللي أنا عملته في الضلعين دول الناحية التانية. بصي في نص الصدفتين، من هنا عندي صدفة وصدفة، في نصهم هما الاتنين أخدت الحشو. أنا أخدتهم الاتنين في النص عشان دولت اتنين مع بعض، فأخدت في غرزتهم في النص. هرجع بقى أكمل تقفيل الجزء ده، وبعد كده الصدفة هتتقفل في نص الصدفتين دول، وتقفيل الجزء ده، والصدفة دي هتتقفل في نص الصدفتين دول. يلا وابدأ اسحب ده من على السلم بقى. انا اخش اجيبها من جوه. بصي الله، ايه طب ده والله جميله. بسم الله ما شاء الله. هتبقى عامله ازاي؟ تحفة، ألواناتها كمان جميلة اللهم صل جدا. على النبي. ما شاء الله، اللهم بسم صل الله ما على شاء النبي. الله، الله اكبر، جميله والله. تمام. البسوها في عرض العافيه. هنبدأ دلوقتي ننزل السطور اللي تحت، نفس اللي احنا عملناه في فكرة البادي. تمام. هنا اشتغلت 3 عمود، 3 سلاسل جنبهم 2 عمود، وبعد كده هتشتغلي السلسلة بتاعتك عادي وال3 عمود، سلسلة و3 عمود. أنا بعمل إيه هنا؟ أنا بلم الشغل بتاعي وبظبط السطر الأولاني، فأنا هنا هشتغل سطرين 3 ورا بعض، إيه 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود. تديني حبة مية، تديني حبة مية. 3 عمود سلسلة، واجي بقى هنا هشتغل ال3 عمود. احنا قلنا في البادي اللي انا ممكن اشتغلهم في النص، ممكن ال3 تحطي هنا عمود زي ما كنا عاملين في الشنطة ال4 مربعات، فاكرة؟ هكمل لغاية ما اوصل هناك السطر. اتفضل. هنا خلاص بعد ما خلصت التقفيل ونضفت وعملت اول سطر في الظبطة بتاعت السطر بتاعي اللي انا قلت عليها، هبدأ دلوقتي اشتغل الكرانيش اللي من على الحرف. بس تمام، ما هو برضو عشان هو في البادي بتاعي. هنا اشتغل 1 2 3 3 سطور وعمل الحرف في وسطهم. تمام. بعد ما خلصت الظبطه بتاعت السطر هبدا بقى دلوقتي اشتغل الكرانيش دي، عباره عن اعمده مقفوله. طيب اي شغل عايزه يحصل فيه وروره او كرانيش بالطريقه دي بتعملي تزايدات. هرتفع السلاسل 1 2 3 وفي نفس المكان هحط عمود، وافضل شغاله مرة مرة عمود ومرة تزايد، مرة عمود ومرة تزايد. ممكن تعملي تزايد في كل عين. احنا هنجرب مرة عمود مرة تزايد ونشوف شكلها ايه.
في كل غرزة. اهي اول غرزة دي مثلا بدخل الابرة تحت الضلعين واسحب، اخد عمود، اللي وراها اشتغل فيها 2 مع بعض. يعني واحدة في مكانها واحدة في مكانها اهي، والغرزة الجاية احط فيها 2. اتنين. بسم الله. بصي غصب عنك هتلاقي ايه بدأت تموج معاكي. 2 وهنا 1.